السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم كل اطعم نودلز او مش كلها يعني. في اطعم نزل جديدة كده فقلت اما اجربها لكم. ده اول نوع اسمه ويلدز نودلز، ده بطعم السجق. انا عايز مصر، ممكن تجيب لي مصر بعد اذنك؟ تمام؟ ماشي. يلا نكمل اللي قلنا عليه. ده بطعم السجق. بسم الله. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده كويس بس حر شوية كده، حر وحادق زيادة عن اللزوم يعني. ده برضو نفس الشركة، ده بطعم الشطة المولعة. ده شكله اهو. اه صحيح، الأسعار كلها الأكياس كلها ب5 جنيه، أي سعر ب5 جنيه. ده ريحته شطة خالص، ريحته حرة خالص. ربنا يستر بقى، ما بحبش حاجة حرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه زي ما توقعت، حر أوي، مش هتشط خالص. ده برضه بنفس الشركة، ده منكة الجبنة، برضه نفس الشركة، سعره 5 جنيه. افتح اهو، ده ريحته شيتوس خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ما توقعت، طعمه حلو قوي، ريحته شيتوس خالص، يعني ريحته طعم الشيتوس خالص. انا ماليش دعوه ماليش دعوه. ده بتاعي بس بابا عندي. نكهة الخضار. ماشي. ونفتح برضه نفس الشركة برضه، خلي بالكم بس عشان الأكياس اتلخبطت كلها، فممكن ايه إن أنا أكون حطيت تبع شركة تانية وكده يعني ممكن ده تكون شركة تانية إن أنا حطيت فيها وكلام من ده، بس ده بأمانة معجنة خالص يعني. بص ده طعم معجن فيه خالص. هو فيه خضار وكل شيء، بس زي ما أنا قلت لكم هو معجن. هو تبع شركة، أنا شركة فيهم معرفش، بس هو معجن. ده اسمه فوكس، ده برضه سعره 5 جنيه، ده بنكهة شطة الحارة برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حار برضه، بس في حاجة، في طعم غريب نفسه في النودلز نفسه. النودلز نفسه تحس إن هي نية، تحس إن هي خفيفة جدا. معانا شركتين برضه من شركة ماربيلا. أول طعم نقول طعم الخضار، ده تبع شركة ماربيلا، تبع الكبدة الحارة، ده تبع شركة ماربيلا. شركة ماربيلا برضه في الوقت الأخير ده بقت بتخش في عالم النودلز جامد يعني. زي ما قلنا اهو خضار. بسم الله الرحمن الرحيم. قصدي الكبده الحاره، دي حاره بس ما فيش فيها اي طعم كبده خالص. ما فيش فيها اي طعم كبده خالص ومش حلو. النودل اللي برضه لسه ما استواش، البتاع نفسها لسه ما استوتش. المكرونه يا ريتني كنت زودت ميه. ما اعرفش برضه، ممكن يكون العيب ان النودل لسه ما استوتش. ده بطعم كوري او طعم الكوري الحار. يا لهوي على اللون، اللون يخض يا جدعان والله. طعم الكوري الاصلي، يا لهوي على اللون. اللون نفسه خوف ان الواحد ياكل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الكلام، حاجه حاره بس على الفاضي. انت بتاكل حاجه حاره وسعر فيها والطعم فيها مش مظبوط، عباره عن حاجه حاره بس بالنودلز. لو كده دي نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.